عامل فيها ناصح وجايب ربع كيلو دهب يبيعهم في مصر بأكتر من مليون جنيه، وأتاريه بيهرب الدهب بطريقة لا تخطر على بال حد، وهو بيهربه في ملابس الداخلية. لكن لأجل حظه ضباط الجمارك ظبطوه، وفي الفيديو ده هنعرف مين المصري ده وضباط الجمارك عملوا فيه ايه وازاي كان بيحاول يهرب الدهب ده. ضباط الجمارك طلعوا واعيين برضه، قفشوا واحد مصري جاي من الكويت كان معاه ربع كيلو دهب ودهب أصلي عيار 24 جايبهم على شكل سبائك علشان يبيعهم في مصر. وطبعا انتوا عارفين الدهب هنا وصل كام دلوقتي؟ ده على الاقل خالص الربع كيلو ده يعمل مليون جنيه، وهو اللي جايبهم من بره ارخص من كده بكتير. المهم هنحكي لكم التفاصيل بالظبط علشان تعرفوا ضباط الجمارك طلعوا واعيين قوي ازاي. ببساطه يا جماعه، وزي ما خبر موقع القاهره 24 قال، فالمصري ده كان جاي من الكويت على مصر عن طريق طياره نزلت في مطار سوهاج الدولي اللي تم فيه القبض على المصري، وهو معاه تقريبا ربع كيلو دهب في هيئه سبيكتين. كل سبيكه من اللي كانت معاه كانت ملزوقه بلزق شفاف على رجليه وموجوده ومستخبيه في ملابسه الداخليه، ده على اساس يعني ان رجاله المطار مش هيفتشوه، ومش واخد باله اصلا ان في اجهزه تفتيش ذاتيه دلوقتي بتطلع كل كبيره وصغيره. وصاحبنا طبعا حاول يعدي من جهاز التفتيش بسرعه قبل ما يصفر ويعرف ضباط الجمارك بيه، بس لاجل حظه الجهاز اكتشف اللي معاه بسرعه وصفر وسمع كل رجالة التفتيش اللي كانوا في المطار. ما هي دي برضه مش حاجة تستخبى. وطبعا بعد ما اكتشف رجال التفتيش الدهب اللي كان مع الراجل، مسكوه سألوه هو مخبي الدهب ده كده ليه، والراجل طبعا قرر على طول انه كان جايب الدهب وعايز يعديه من المطار علشان ينزل يبيعه في مصر ويكسب فيه. المكسب طبعا بتاعه هيكون كبير لو عدى بيه، يعني ربع كيلو دهب دلوقتي يعمل حوالي مليون جنيه مصري. الفكرة بقى ان المصري اللي حاول يهرب الدهب ده راجل متعلم ومعاه بكالوريوس تجارة، يعني اكيد عارف ان اللي عمله ده غلط ويستوجب العقاب، لان لو كل واحد عمل زيه هيبقى الوضع مش كويس خالص. ولا انتوا ايه رأيكم؟ اكتبوا لنا بقى رأيكم في التعليقات. نرجع تاني لموضوعنا ونشوف ايه اللي حصل في الراجل بعد ما تم اكتشاف الدهب اللي معاه. وعلى حسب موقع القاهرة 24 فضباط الجمارك في المطار اخدوه عملوا له محضر تهريب، وتحول المحضر ده على جهات التحقيق اللي هتقوم بدورها وتحقق مع المتهم وتجيب قراره. وغير كده فالدهب اللي معاه ده صادر خلاص، يعني لو المتهم عايزه فلازم يدفع عليه جمارك اللي اكيد هتكون رقم كبير جدا على قد قيمه الدهب اللي هو جايبه. لحد هنا ونكون وصلنا لنهايه الفيديو، لكن قبل ما نقفل الفيديو عايزين نعرف رايكم ايه في رجاله الجمارك، يعني قايمين بشغلهم كويس وزياده ولا رايكم ايه؟ وبرده رايكم ايه في اللي حاول يهرب الدهب ده؟ اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، ايه اللي ممكن يكون وصل حال البلد لكده.